اخوان الاعزاء، طبعا هذا تدريب رقم 3، المسافة بين 6 و10 كيلومتر. جاي تشوفون جبت الطيور من عده طيرين على بركة الله. هاي اسوي له هيجي، هذا هيجي. ما شاء الله. طلع ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اتجاه البيت هيك هون، بس خلي الطيور تروح. هذا شنو ينطينا مجال ان احنا نتقدم بالتدريب، يعني كل ما بعدت كل ما انت من تقدر تتقدم، لان هي جاي تستكشف المكان قبل ما ندربها. اخوان الاعزاء، طبعا هذا طير قبل تدريبين، تدريب 20 كيلومتر هيك شي، ضاع هو واخوه، ولكن بعد تقريبا يومين رجع. انا قلت هاي من عند ما يرجع. شوفوا صدره اخوان صاير بيه ما ادري. يلا روح. شوفون الصدر اخوان رايح بيها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوان هذا التدريب الرابع على ما اعتقد. المسافة تقريبا 15 كيلومتر من بلجيكا. طبعا الوقت كلش قصير، بحيث الطيور من 6 كيلومتر على 15، وبيها طيور صغار. شو نسوي؟ خلي هنا اول شي. يا الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. بس معاها طيور كبيرة، فالمأمني شوي انه هي راح تاخذها. فالطير اللي ما راح يرجع هنا ما راح يرجع من السباق. هاي الخلاصة. مرحبا اخوان، طبعا تدريب اليوم تدريب الخامس، المسافة 17 كيلومتر على بركة الله. كل المساحة يطلعوا لي من نايمين على شنو ما على انتظر. طبعا اكو كيبلات هناك بس بعيدة عليهم، لا سوى طلقتهم ايش قد فين ما يروحون تكون بعيدة. ها هياته ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اللي جاي يسهل عليه تدريب هسه لان بيناتهم طيور مدربوا هاي المسافة، فجاي تاخذها وياهم. مرحبا اخوان، رجعنا نكمل المقطع وياكم. طبعا طيرت الفرخات فراحوا، بس رجعوا هذول عندنا كم طير. طبعا ان شاء الله باكر راح يكون اول تسليم سباق الفرخات الاول، 90 كيلومتر هيك شيء او فوق ال100 بشويه. طبعا احد الاخوه على التيك توك اخوان علق لي قال لي اياه الافضل الخانات المغلقه اللي تكون بهذا الشكل، ولكن الطيور تكون محبوسه بيها، ام الخانات المفتوحه، ام الخانات اللي تقريبا هي تنضم لهاي الخانات المفتوحه اللي بس الزوجين، ولكن تكون مساحتها متر بمتر هيك شيء القياس مالتها، ولكن هاي تستخدم حسب ما شفت للحمام الغالي. فجمعت بعض المقاطع حتى توصلكم الفكرة شلون ينتجون الهواة البروفيشنال في هولندا. فنبدي بأول هاوي، هو جان هويمانس صاحب الطير المشهور. هاري يعتبر من أفضل المنتجين بالعالم السنين اللي فاتت، وإلى حد الآن دماء كلش قوية إذا كانت بسباقات الأندية أم النقاط المشتركة. اخوان جان هويمانس كل تقريبا تتفق انه هو افضل منتج بالعالم. اللي يميزه اخوان هو انسان مركز بس على الانتاج، ينتج ومعاه 5 إلى 6 مربين على مختلف الدول
هو ينتج ويبعث لهم هم يسابقون، والحمام اللي يحقق نتائج قوية مميزة يرجع إلى لوفت الإنتاج، ينتج أكثر من تقريبا 500 فرخ أو ممكن أكثر، وجزء منه عنده همين ينباع. طبعا هاي الكمية الهائلة أكيد ما راح يقدر ينتجها بخانات هاي قلنا لكم مزوج، لأن هنا هو صح عنده لوفت عملاق، يعني بنقول عملاق إخوان، مثل بناية طويلة، وطيور ماخذة راحتها. وكان حتى بلقاء يقول كان هذا اللوفت حلمي. اي ينتج ويبعث تقريبا لكل هاوي 100 إلى 150 فرخ. إلى بلجيكا اكو هاويين، بريطانيا اكو هاوي، بهولندا اكو هاوي، واكو هاوي ثاني معاه بنفس المكان يسابق. فينتج أعداد ضخمة، ومن عدا اللي ينباع واللي يروح للنقاط المشتركة. هو يسابق بالنقاط المشتركة تقريبا ب100 فرخ هيك شيء أو 8. كله أو 80% من الفرخات ينتجهم بهذا الشكل اخوان. طبعا هواة هولندا العاديين كله ينتج بهذا الشكل، ما عندهم خانات مغلقة اخوان. الكوبان ينتج همينة اعداد فوق 100-150 فرخ للسباق، وهمينة فرخات ثانية اللي يتم بيعها على، لان هم همينة مرات يكون عندهم عقود مع مواقع، فمثل عندنا الهيربوتس، بيبا، الخي بي اس، وكثير من المواقع، حتى المزاد الأوروبي. فينتجون همين يبيعون على هاي المواقع اخوان. الكوبمان عنده نفس الشيء، ينتج من هاي الخانات وينتج من هذيك، لان اخوان هذول الهواة هو ولا جان هويماس ولا عائلة ايجر كامب عندهم حمام اخوان اللي يوصل سعره 100,000 يورو، 200,000 يورو، 500,000 يورو، ممكن اغلى. وخصيصا تجيهم حجوزات من الصين اخوان، الصين يدفعون، فهمتوا شو اخوان؟ فحتى من يشترون الطير يتاكدون انه هاي الفرخات من هذا الزوج. طبعا عائلة ايجر كامب عندهم نفس شغله. عائلة ايجر كامب همين عندهم بالفريق 4 على ما اعتقد، لان سابق زوجة الابن والاخوان الاثنين، وعندهم واحد هم 3 يسابقون، يعني عدد تقريبا 5 هيك شيء. فينتجون ويبعثون لهذولا ويسابقون على اماكن مختلفة، ولكن هذول بس داخل هولندا، ويسابقون همينة نقاط مشتركة. طبعا اخترت لكم هذول ال3 ليش؟ لان هم 3 يسابقون نقاط مشتركة اخوان، ويبعثون اعداد ضخمة. طبعا نفس ما قلت لكم مثل هذا النظام. والخانات الثانية حمام الغالي اخوان. وعندنا همينة البطل ويليام دي بروين. ويليام دي بروين همينة بروفيشنال، خصيصا بسباقات الفرخات اخوان. هذا رجل ما عنده خانات اللي قلنا لكم عليها اللي مال زوج طيور، انما ينتج بهذا الشكل. حتى حمام الماراثوني كله جاي ينتج بهاي الطريقة اخوان. طبعا نجي هسه على ايجابيات الخانات المغلقة. الايجابية مالتها اللي انا اشوفها الوحيدة انه هي انت متأكد انه هاي الفرخات اجت من هذا الزوج. سلبياتها، احنا لو افترضنا انا عندي 3 لوفتات وعندي حمام انتاج، وحمام الانتاج عندي خلينا نقول 20 زوج، وكل زوج بخانة. انا ما عندي الوقت كل يوم انظف 3 لوفتات وانظف 20 خانة وابدل ماي 20 خانة، ما راح ترهم. واحنا مجبرين كل يوم ننظف اللوفتات والخانات والماي. الماي انت مجبر، انت من يصير يوم البكتيريا تنتشر بشكل بالعلبة الماي، فما راح تخليها يوم 2-3 البكتيريا راح تنزاد، وهذا يسبب امراض من ضمنها الكنكر اخوان. فهمتون شلون اخوان؟ فهنا راح تضيع عليها كالحزبة. وكو ناس عندها يمكن 30 زوج و50 زوج، فالامر معقد. فايش قد حلو انت علبة ماي بكل لوفت، بكل سهولة تنظف اللوفت، الماي بكل سهولة تجمع لك ايش قد 3 لوفتات 4 لوفتات، العلب مالتها تنظفها تحط لهم ماي، تقدر تنظف الماي تعبي لهم مرتين باليوم ماي 3 مرات، كلش ممتاز. فهمتم شلون اخوان؟ فالامر كلش بسيط وسلس. ليش تدوخ نفسك؟ كنا احنا اخوان مو نفس همين اللي اسماء اللي ذكرتها قبل شوية. احنا طلاب، عندنا عمل، عندنا عائلة، عندنا هواية امور ثانية نقدر نستغل الوقت بيها.
فهمتوا شو اخوان؟ فانت من تجيب خانات كثيره وتقيد نفسك او تقص الطير همينه. والطير اخوان احنا ما عندنا دجاج مصنع يسموه، او احنا نسميه دجاج مصلحه اخوان. طبعا هذا طير زاجل، احنا ننتظر من عنده ينتج لنا جوده عاليه. فانت الطير من تخنقه بخانه ودائما محصور ما راح يعطيك الجودة اللي انت تريدها، مثل ما هو يكون عنده الحرية يطير يحرك جناحه الدم يمشي بجسمه. فهمتوا شلون اخوان؟ ويكون مرتاح. الطير قد ما كان مرتاح كل ما طعاك جودة عالية. ممكن يكون ناس ما تتفق معي بهاي الشغلة، ولكن انا هاي وجهة نظري. فهي بقت الشغلة عندك. فانا حبيت انه اشرح لكم وشوفكم الطرق اللي يستخدموها، القناة اللي يستخدموها الهواة البروفيشنال في هولندا، والهواة العادية البقية كلها يستخدمون هذا النظام. هذا الشكل الطير ياخذ راحته يطير، ومعاه يسموه الرن. الطير يطلع بهذا الشكل يوقف يتشمس يغير جو، وتحط له هنا العلبة مال ماي يسبح بيها ينظف ريشه، تطلع شمس يتشمس، نزل مطرت يتنقع، طير عايش براحة. يعني من صدق مثل واحد متقاعد. طبعا اخوان حتى ويليام دي بروين اللي ينتج مثل هاي الخانات واللوث مالته الواجهة مالته مفتوحة بس مشبك، راح احط لكم المقطع مالته. هالانسان هاي السنة باع تقريبا بمكان تبعد عن بيتي 15 كيلومتر 75 طير بمليون ويمكن و200 هيك شي ألف يورو، يعني تقريبا فوق المليار ونص أو مليار و700 مليون هيك شي اخوان، كله انباع للصين. وطبعا مثل هالخانات فركرك ينتج همينه. طبعا الفركرك حسب ما شفت ما عند الخانات هاي مال الزوج. طبعا من تكون الطيور محبوسة بالخانة اكيد ما راح تعرف حركات الطيور كلها، فما تعرف منو السليم منو المريض منو الطيب منو العايش اخوان. بس اما من تكون طيور ماخذة راحتها بلوف كبير وتشوف الطيور تتحرك وتطير، راح تعرف كل واحد وحركاته وصحته وشنو تتوقع ينتج لك. فهمتوا شلون اخوان؟ مرحبا اخوان. طبعا انا حاليا على الحدود الهولندية البلجيكية الألمانية. هاي النقطة يسموها دري لاندا بونتا اللي تجمع 3 دول مع بعض بنقطة واحدة. طبعا حبيت اصور لكم اياها حتى اشوفكم خط عودة الطيور من السباق. طبعا الطيور ترجع ورا هاي التلال، ومرات همين تجي من هاي الطريقة لان اكو همين هواة يسابقون هنا. فهمتوا شلون اخوان؟ مضمومين للمقاطعة مالتنا. طبعا المقاطعة مالتنا هولندا معروف عنها تضاريس الارض مالها منبسطة، ولكن الجنوب التضاريس مالته مختلفة، صاعدة نزلة خصيصا بالجنوب وممتدة الى بلجيكا يسمونها تورخبيت، اماكن طبيعية كلها اشجار واماكن همينة سياحية. طبعا جاي تشوفون هناك عندنا المانيا. طبعا حاليا على ارتفاع 300 متر فوق الارض اخوان، جاي تشوفون. طبعا لان اكو ناس همينة تحسب انه سباقاتنا سهلة اخوان وارض منبسطة الطير ما يعاني، مثل ما جاي تشوفون. يعني هذا ابسط شيء ان الطير بطريقة يواجه هواي صقورة، لان الهواة اللي هنا مرات اسولف وياهم يعانون من هاي الشغلة. وجاي تشوفون يجي الطير صعده بعدين ينزل، جاي تشوفون طبعا من على ارتفاع بين صغيرة، فالطير ينزل وبعدين يصعد خصوصا اذا هواء او مطر فتنلاص على الطير. وهمتين الطريق هناك جاي تشوفون هولندا بيها هواي طواحين مثل اللي هناك جاي تشوفون. فالله يعين الطير اخوان. طبعا اول تدريب عندنا احنا مع النادي يكون 60 كيلومتر مثل ما قلت لكم، بعدها نقوم نمتد وعلى كل مدى الطريق. خصوصا عندنا اردانا اللي ساكن بلجيكا يعرفها، هناك هاي اكبر من هاي اخوان، طبيعة ومليانة صخورة، فهناك الطير كلش يعاني حتى يجتازها. اخوان الاعزاء طبعا هي هاي اردانا اللي قلت لكم عليها. طبعا على مدى الطريق كله اشجار والطيور، كل السباقات تقريبا تيجي من هذا المكان، وهي اصعب نقطة لان بيها هواي صخور اخوان. وعندنا احنا ابعد نقطة يدربون بياها النادي مالتنا هي ماستريخ، لان الطيور هم تمر من هنا تقريبا 45 كيلومتر عن البيت مالتي او 50.
وطبعا احنا مو دائما تركيزنا ندرب على خط السباق، لان الطقس هنا متقلب اخوان، فالطيور مو دائما تجي بخط واحد، مرات تجي من الشرق، مرات تجي من الغرب، حسب قوة الرياح واتجاه الرياح. فهمت شلون اخوان؟ يعني مرات من الغلط انت تتعلم الطير من طريق مثلا واحد، فانت مجبر تدرب من 3 جهات حتى الطير منين ما يجي هو مرتاح. فلهذا السبب كل ما تكثر عليه التدريب كل ما هو يستكشف المكان ويحدد طريقه بكل سهولة. اخوان وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات جديدة ومواضيع جديدة، وتحياتي لجميع الابطال.